تخيل أن تستيقظ ذات يوم فتجد نفسك متهما بقتل أحب شخص إلى قلبك، ليس بسبب شاهد ولا بسبب اعتراف، بل لأن آلة قالت إنك مذنب. هذه ليست قصة خيال فقط، بل هي أحداث فيلم ميرسي. ليلة ممطرة في لوس أنجلوس المستقبلية. المحقق كريس ريفن يعود إلى منزله بعد يوم طويل. المدينة خلفه تلمع بالأضواء الباردة، كاميرات في كل زاوية، أنظمة ذكية تراقب كل حركة. يدخل منزله. الهدوء ثقيل. ينادي: نيكول؟ لا رد. يتقدم بخطوات بطيئة نحو غرفة المعيشة، ثم يتوقف قلبه. زوجته ملقاة على الأرض بلا حراك. يحاول إنعاشها، يصرخ باسمها، لكن الحقيقة أقسى من أن تنكر. زوجته ماتت. وخلال ساعات فقط يتحول من محقق يبحث عن القاتل إلى المتهم الأول. كيف؟ النظام القضائي الجديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لا عواطف، لا تحيز، فقط بيانات. تحليل البصمات، تطابق، الرسائل النصية، تهديدات سابقة، كاميرا الشارع، وجوده في موقع الجريمة. ثم يظهر الحكم المبدئي على الشاشة. نسبة الإدانة 98.7%. 98% في عالم يثق بالأرقام أكثر من البشر. هذا يعني أنه انتهى. يتم نقله إلى قاعة المحكمة. قاعة بيضاء باردة بلا مشاعر. في المنتصف شاشة عملاقة. صوت آلي يقول: أنا القاضية مادوكس، سيتم إصدار الحكم وفقا لتحليل البيانات. كريس يصرخ: أنا لم أفعلها. لكن الصوت الآلي لا يتأثر. في الخارج شركته جاك ديالو تشعر أن شيئا ما خطأ. تعرف كريس، تعرف أخلاقه. تبدأ بالتحقيق سرا. تراجع تسجيلات الكاميرات. تلاحظ فجوة زمنية صغيرة. ثوان مفقودة. ثوان قد تغير مصير إنسان. تحاول الوصول للنظام المركزي. يتم رفض طلبها. لماذا؟ كلما اقتربت من الحقيقة زادت العراقيل. داخل السجن يبدأ كريس في استرجاع ذكرياته. يتذكر أن زوجته نيكول كانت تعمل على مشروع تقني حساس، شيء متعلق بشركة كبرى، شيء قد يهدد أشخاصا أقوياء. هل كانت نيكول تعرف شيئا خطيرا؟ جاك تتواصل مع مهندسا سابقا للنظام، يخبرها بسر مرعب. النظام يمكن التلاعب به، لكن من الداخل فقط. وهنا تتضح الصورة. هناك من استخدم الذكاء الاصطناعي كسلاح، ليس لتحقيق العدالة، بل لتصفية الحسابات. المحكمة على وشك إصدار الحكم النهائي. العد التنازلي يظهر على الشاشة. 10 دقائق. جاك تخاطر بكل شيء. تخترق خادما سريا. وتجد الفيديو الكامل. رجل مقنع يدخل المنزل. يضرب كريس من الخلف. يضع أداة الجريمة في يده ويختفي. كل شيء كان مدبرا. تقتحم جاك المحكمة. أوقف الحكم. تعرض الفيديو. النظام يحاول إيقاف العرض، لكن بعد ثوان من الصراع يظهر الدليل. صمت. القاضية تعيد الحسابات. إعادة تحليل. نسبة الإدانة 12%. يتم إلغاء الحكم. كريس يخرج حرا، لكن الثقة ماتت.